في اليوم 29 من شهر طوبى المبارك، الكنيسة بتفكرنا بقصة قديسة مختلفة. قديسة سابت المجد واختارت الطريق الأصعب علشان توصل للفرح الحقيقي. كانت اسمها أكساني. أكساني ما كانتش بنت عادية، دي كانت البنت الوحيدة لأحد أشراف روما، يعني عايشة في قصر، لبس فخم وخدم وكل اللي تتمناه أي بنت في الدنيا. لكن قلبها كان مش هنا. من وهي صغيرة كانت بتحب العبادة، تحب تقرأ سير القديسين، وقلبها دايما مع المساكين. تروح تزور بيوت العذارى، تقعد معاهم وتقول جواها يا بختهم، دول اختاروا المسيح بس. وجات اللحظة اللي الدنيا كلها كانت مستنياها. العريس واحد من أبناء وزراء روما اسم كبير وجاه، وعرس يليق ببنت الأشراف، وأبوها فرحان وبيجهز كل حاجة. لكن أكساني كانت ساكتة. راحت لأمها وقالت لها بهدوء عايزة أزور شوية راهبات أودعهم قبل الجواز. الأم وافقت، وما كانتش تعرف إن الوداع ده مش بس وداع الراهبات، ده وداع دنيا كاملة. أكساني خرجت ومعاها 2 من جواريها، وخدت كل حليها وما رجعتش. ركبت البحر وسافرت على قبرص، وهناك التقت بقديس كبير، القديس أبيفانيوس أسقف قبرص. فتحت له قلبها وقالت له نفسي أسيب العالم وأعيش للمسيح وبس. القديس سمعها وبحكمة قال لها روحي الإسكندرية، ومن غير تردد سمعت الكلام. سافرت تاني لحد ما وصلت الإسكندرية، وقابلت البابا ساوفيلوس البابا 23. حكت له كل حكايتها وحطت كل حليها في إيده. البابا قبلها وضمها لأحد بيوت العذارى، أما الحلي اتباعت واتبنى بثمنها كنيسة على اسم القديس استفانوس في الإسكندرية. ومن اليوم ده بدأت رحلة طويلة أكتر من 20 سنة، نسك وصلاة وعبادة وصمت وحب عميق للمسيح، ولا حد كان سامع صوتها، لكن السماء كانت شايفاها. لما جه وقت نياحتها حصل مشهد ما يتنسيش. في نص النهار الناس رفعت عينيها للسماء وشافوا صليب من نور، وحوالينه دايرة مضيئة من النجوم، والمنظر فضل موجود لحد ما اتدفن جسدها الطاهر. ساعتها أهل الإسكندرية فهموا دي مش علامة عادية، دي شهادة من السماء على سمو حياتها وقداستها. وهكذا اللي سابت العرس الأرضي خدت الفرح السماوي. بركة صلوات القديسة أكساني فلتكن معنا جميعا، آمين.